هو انا مش برميهم، انا على طول بعملها وبتطلع حلوه معايا، يعني مفيش ولا مره شربتها ورميتها ابدا، بالعكس بضيف عليها شويه حاجات بتبقى حلوه معايا. انا من الناس اللي مش بستخدم مكياج يوميا ده خالص، بس بحب ان انا اعمل ماسكات وحاجات ترطيب للبشره يوميا عادي. فلو انا عايزاه كماسك عادي بحطه من غير ما اعمل سكراب. السكراب بنعمله مره واحده بس في الاسبوع. ممكن نحط سكر ونعمل سكراب بسكر ناعم، ممكن نحط جوز هند ناعم برضو ونسيبهم منقوعين شويه ونعمل بيهم سكراب. طب هي ايه القهوه باللبن؟ القهوه باللبن انا عملت كوبايه قهوه بلبن كده وشربتها. الشويه دول انا ما برميهمش ابدا، يعني حتى لو مش هعملها دلوقتي بشيلهم في التلاجة، وبعد كده احط يعني حاجه بسيطه جدا زيت جوز هند واحطهم كماسك على البشره من غير ما ادلج يعني يعني اعمل تدليك للبشره، يعني بس انا بحطه على البشره واغسله مثلا، ده بيديني ترطيب ولمعان للبشره مع الاستمراريه عليه تحفه. القهوه حلوه جدا جدا للتفتيح والهالات والتصبغات واي مشاكل في البشره لو استمرتي عليها اي حاجه بالاستمرار. حبيت اعمل سكراب بنقع القهوه، شويه القهوه دول مش بعمل مخصوص اللي انا شارباهم، اروح حاطه معلقه جوز هند ناعمه وانقعهم شويه. زيوت الجوز الهند بتنزل شويه في القهوه، والخشونه بتاع جوز الهند الاماكن دي كده بروح عامله بيها سكرابات، هتعجبكم جدا. مش هبخل عليكم باي معلومه بعملها. وانتوا كمان يا ولاد ما تبخلوش بقى ان انتوا تعملوا لي تدوسوا على علامه الزائد وتعملوا لي متابعه واللايك الجميل والكومنت اللي صلوا فيه على النبي، واعملوا لي اعاده نشر بقى يعني بصوا انا عارفه ان انتوا هتظبطوا الدنيا معايا. صباحكم ويومكم سعيد.